السلام عليكم ميناسان كونيتشوا، مرحبا بكم في قناة في اليابان. فيديو النهارده هو هيبقى روتين خفيف ان شاء الله، واول وجبه لامير حبيبي هياكلها النهارده ان شاء الله في روتين. اتمنى ان الفيديو يعجبكم. يلا يلا عشان ننضف. عايز تتنضف؟ حاضر حاضر، ثواني ثواني. حاضر حاضر ثواني. ايوه ثواني. هاي شكرا 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 لحضرتك. ده البلاستيك. دي مخلفات اللي هي البلاستيك نحطها هنا مع بعض عشان بكره ان شاء الله يوم البلاستيك. بجمعهم بكره ان شاء الله يوم. كده جمعت البلاستيك. دي اللي هو العلب بتاعة اللبن، نقطعها كده نصها يعني. كل حاجة بنظام. كلها موجودة طبعا. طبعا غسلاها قبلها يعني. حبيبي نايم.
يا حبيبي صحيت. خلصت هذا بس. حضرت الغداء سهل وسريع الحمد لله يعني. وده غداء أمير وشاي. شنكو. نعم. تن 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 تن. شنكو. نعم. يلا عشان نتغدى. أيوة. أيوة. حبيبي. كريم تكتت النيكوري. Three, two, one. Bismillah. يلا ناكل. يلا ناكل يا حبيبي. شاي شعير. ايه ده انت فرحان كده ليه؟ بسم الله.おー、すごいね。飲みますね。عشان يا قلب ماما.うん。حبيبي حبيبي. 彼もムーティー好きだったね。うん。マリオ君だけだよね。まあね。あんまり飲まなかったの。私と一緒かな。هذا يا حبيبي كل أول الفجر. يلا. أنت قلت بسم الله. جد. جد. 美味しいですか？一緒に食べますか？一緒に食べましょうか。食べてる？いいね。これは？ベあ、これガザ。ガザ。そうです。これはベだけどガザでしょ？うん。じゃあ、みこ大丈夫食べるよ。はい、見ててよ。見ててよ。ビスミッラー。يلا يلا على ما قلت دوس. تعال美味しいですね。マリクもカレムのガザ好きだったね。なんでだろうね。甘いかな。甘いイメージないんですけどね。本当。ね。甘いですよ。美味しいですか。そのうちすぐね。すぐ同じもの食べるようになっちゃう。يا حبيبي. تشرب؟ تشرب؟ مش سبعك مش سبعك مش سبعك مش سبعك.
嫌だ。嫌なのか飲んでるのかなんかよくわからない。わかんないのなんですよね。飲んでるかな。お、ちゃちゃ。ちゃ。Kijk goed. Ik ben mom. نشوف وش النهارده لو اكل البيبي من 5 ل6 شهور بيبتدي كده تقريبا، بس على حسب احتياج الطفل برضه، او ان هو مش يحتاجه بقى، ان هو استعداده. طب بنعرف ازاي؟ اول حاجه ان الطفل بيكون يعرف ان هو يقعد كويس على الكرسي، او ان هو يكون ظهره مفروض وهو بيقعد، يعني ما يبقاش ان هو متني كده، او ان هو مش متزن، او ان هو يقع يعني من على الكرسي يعمل الحاجات دي يعني. فبيبقى ان هو قاعد وده ظهره مفروض. تاني حاجه انه بيكون عنده اللي هو ايه، اهتمام بالاكل. ازاي؟ ان هو مثلا بيبص لنا واحنا بناكل، بيبص على الاكل، بيبقى عنده اهتمام بالاكل ذات نفسه، بيفتح بقه مثلا عايز ياكل. الحاجات دي كلها بتقول ان الطفل بيبقى تقريبا مستعد ان هو ياكل. بتدينا الحكومه اللي هو لما نروح في الكشف ال3 شهور اللي هو حاجه زي كده، بتعرفنا فيها اللي هو الاكل البيبي. يعني اول حاجه بنبتدي بيه حاجات معينه كده بسيطه، زي مثلا اللي هو الرز، واللي هو التوست مثلا، وكمان الخضروات، ومثلا فواكه، ولو مثلا سمك اللي هو بيبقى ابيض نوع معين كده بيبقى خفيف قوي. طيب بنبتدي ازاي؟ اول حاجه بنبتدي بكل نوع لوحده، يعني ما نديش اللي هو كل حاجه مع بعضها، لا. يعني مثلا انا النهارده هديله مثلا جزر، وزي ما شفتوا كده ان احنا بنفرمه جامد جدا، بنسلقه جامد جدا، وبعد كده اللي هو بنصفيه بنخليه يعني بجد كده عامل زي الكريمه كده يعني. وكمان بندي نوع واحد بس كل يومين، يعني هو مثلا النهارده خد جزر، هياخد مثلا بالليل جزر، بكره برضك جزر، وهستنى ليه؟ علشان بعرف ان هو من حساسيه، لو لا قدر الله مثلا حصل حساسيه بعرف ان هو من الاكله دي من الجزر، فبيكون خلال اليومين دول. بعد كده لو خلصوا كويس، بعد اليومين دول ما بيخلصوا بروح اديله نوع تاني، مثلا بطاطس مثلا، وهديله اليومين دول. بعد كده مثلا الرز مثلا كده. وكمان بديله اللي هو ايه، بتبقى عباره عن معلقه كبيره، معلقتين بالكتير قوي. كمان انا مثلا عملت الكميه وبقسمها، او بحط منها جزء بسيط كده اللي هو زي اللي انا بديله منه. ليه؟ علشان ممكن ما ياكلش الكميه كلها، وطبعا هو لو كل من الطبق ده، هو خلاص انا اديته مثلا من الطبق ده ما كملش الكميه دي كلها، فالكميه دي بتترمى. فبدل ما انا هرمي الكميه دي كلها، لا، انا هرمي مثلا الجزء البسيط اللي انا شلته منه وبديله منه، علشان بيبقى خلاص هو مثلا لمست بقه وكده، فبتبقى فيها بكتيريا وممنوع ان هو ياكلها تاني. فانا الجزء ده هيترمى، اما ده هو ملمسهوش خالص، فده انا هشيله مثلا في التلاجة اللي بالليل. لو عملت مثلا كميه بحطهم في بتاع اللي هو الايس بوكس اللي هو الايس تري ده، وممكن ان انا اعمله في الفريزر واسيبه لوقت تاني استخدمه بعدين. زي ما قلت ان هو في الاول كده في اللي هو 5 6 شهور بياخد الحاجات دي. الزبادي تقريبا بياخدها في اللي هو 6 شهور بتبقى الزبادي. بعد كده مثلا في اللي هو 7 8 شهور بقى تبقى مراحل تانية، اتكلم على كل حاجة ان شاء الله بعد كده. وطبعا الحاجات دي كلها ما بتبقاش فيها اي حاجة اضافات زي مثلا ملح او توابل خالص، تقريبا السنة الاولى من غير توابل. طبعا كمان الحاجات اللي ممنوعة في السنة الاولى اللي هو طبعا اللبن واللي هو العسل، دول ممنوعين خالص في خلال السنة الأولى. بعدها بيتم إن شاء الله اللي هو العام الأول بتاعه، بعد كده نبدأ بقى نديله اللي هو اللبن والعسل، علشان كمان اللي هو فيه بتبقى بكتيريا وحاجات غلط على المعدة. حبيبي يلا عشان تغير هدومك، عشان نخرج برا. يلا حبيبي حبيبي. عمال تاكل عسل.
وبكده ينتهي فيديو النهاردة. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب للي مش مشترك في القناة. هتلاقوا قناة اختي قناة ريسمس اكتنج بتقدم فيديوهات جميلة جدا. اتمنى تزوروا قناتها وتشجعوا بالاشتراك فيها. وشكرا لكم ان شاء الله فيديو جديد. الى اللقاء. باي باي.